المنصب ما راح يرفعك، المنصب بس راح يكشف شنو معدنك انت قدام الناس. معدن الانسان ما راح يبين وقت المصلحة، راح يبين وقت ما تخلص مصلحته وياك. الفلوس تكشف الطبع، والمنصب يكشف الاخلاق. تشوفه قبل واحد بسيط يضحك وياك ويمشي وياك وحتى يمكن يتعلل وياك، بس من يستلم المنصب سبحان الله تتغير نبرة صوته، حتى مشيته تتغير، والسلام يصير بحساب وبثقل. وكل هذا ليش؟ لأنه نسى منو كان ونسى شلون وصل، صار يشوف الناس من فوق ونسى أنه يوم من الأيام كان واقف وياهم، صار يشوف الناس بتكبر ونسى أنه هذا الكرسي مو إله، هذا الكرسي مستعار. المشكلة مو بالمنصب، المشكلة بأنه هو هذا الإنسان شخصيته ضعيفة، اللي أول ما رب العالمين ينطيه فرصة يستكوي على الناس ويفكر بنفسه صار في شيء كبير، وهو بالحقيقة كل هذا مجرد اختبار. اسمعها مني زين، الدنيا ما تدوم ولا المنصب يدوم، اليوم لك باكر لغيرك، وإذا تذكرتك الناس في يوم من الأيام فما راح تتذكر كرسيك، راح تتذكر أخلاقك وتعاملك وياهم. المنصب ما راح يرفعك، المنصب بس راح يكشف شنو معدنك انت قدام الناس، وهذاك اليوم لا راح يفيدك منصب ولا راح يفيدك جاه، اللي راح يفيدك بس شلون كان تعاملك ويا الناس وبشنو راح يتذكروك انت. هذا صوتنا وهذا واقعنا، وتذكروها، ترى حكينا ميزان ذهب. وسلامتكم.